انتفاخ القدمين وتورم الجسم اثناء الحمل طبيعي ولا لا؟ كل حامل تقريبا بتيجي في فتره من الحمل وتلاحظ ان رجلها مورمه او جسمها منتفخ اكتر من المعتاد، وبيجي السؤال اللي بيتكرر عند الكل: هل ده طبيعي ولا ممكن يكون علامه على مشكله خطيره؟ اول حاجه، ليه بيحصل تورم القدمين في الحمل؟ في الحمل الرحم بيضغط على اورده الحوض وده بيبطئ رجوع الدم من الاطراف، وبالتالي السوائل بتتجمع في القدمين خصوصا في الشهور الاخيره. طب امتى بيكون التورم ده عادي وامتى بيكون خطر؟ لو التورم بسيط ومتساوي في القدمين وغير مؤلم وبيختفي مع الراحه فهو طبيعي جدا، لكن لو شديد جدا ومتساوي في القدمين ومصاحب بارتفاع ضغط الدم ووجود زلال في البول فده ممكن يكون علامه على مشكله زي تسمم الحمل، ولازم زياره الطبيب فورا. لو الورم شديد وحصل بشكل مفاجئ وغير متساوي وفي قدم وساق واضح فيها الورم عن الثانيه ومصحوب بقى لما كان الورم، فده ممكن يكون علامه على مشكله زي وجود جلطه في اورده الساق، ولازم زياره الطبيب فورا برضه. طب ايه الحل؟ المشي بيساعد على تحسين الدوره الدمويه وتقليل التورم، رفع القدمين خلال اليوم بيقلل الضغط على الاورده، شرب ميه كتير بيساعد الجسم في التخلص من السوائل الزايده، تقليل الملح في الاكل بيساعد على منع احتباس السوائل. يعني مش كل تورم خطر، لكن لو بدا فجاه او كان شديد جدا او مصحوب بارتفاع في ضغط الدم لازم متابعه مع الطبيب علشان نطمن ان كل حاجه طبيعيه وسليمه.